موسم اللفت اليومين دول مش عايزين نضيع الموسم بتاع اللفت ونخلي شوية لفت حلوين ناكلهم على طول. وطول ما هو موجود ممكن نعمل منه يتاكل بعد 3 4 ايام بالكتير. عايزين يقعد معانا رمضان هنخلي اللفت زي ما هو سليم وهنعمله بنفس الطريقة، بس انا عاملة النهاردة السريع اللي هيتاكل على طول. اول حاجة هنعملها نجيب اللفت لازم ننقيه وسط مش كبير. الكبير بيبقى عامل زي الاسفنج من جوه وبيبوظ بسرعة وما بيبقاش حلو في الاكل. هننقعه في ميه وخل ونغسله كويس جدا مرة واتنين وتلاتة لغاية ما نتأكد اللي هو نضيف جدا معانا، والعروق بتاعته لو عايزين نخللها برضو نتأكد اللي هي نظيفة جدا معانا ومفيش لا أي رملة ولا طينة. هنمسك السكينة وننضف اللفت لو في أي حاجة بقعة مش عجبانا، المهم يبقى نضيف معانا وأبيض زي ما احنا شايفين. ما نحاولش نقشره قوي، الحتة الموف بتاعته بتبقى شكلها حلو ولونها حلو في التخليل. هنقطع بقى اللفت حتت كبيرة مش صغيرة علشان نضمن ان هو ما يتهريش معايا ويفضل قاعد معايا فترة كويسة. هبقى زي ما انتوا شايفين انا بنضف كويس جدا اي حاجة مش عجباني، بس الحتة الموف ما بجيش ناحيتها، لو حاجة فيها مش عجباني بشيلها بس. لكن ما بنقشروش تقشير كامل، ونقطعه صوابع تخينة زي كده او دواير او مكعبات، الطريقه اللي تحبيها في التقطيع قطعيه بيها، بس المهم ما يبقاش رفيع وقطع صغيره. وممكن نقطعه كمان قطع مشرشره زي ما انا هوريكم دلوقتي بالسكينه بتاعه المخللات المشرشره. السكينه دي ممكن نقطع بيها بطاطس وممكن نقطع بيها المخللات زي ما انتوا شايفين. هو الشكل ده لو احنا حابين نقطع الكميه كلها بالشكل ده مفيش اي مشكله. ممكن نقطع جزر ونحطه مع اللفت هيبقى حلو جدا، ممكن نحط فلفل زي ما انا هحط دلوقتي. اي حاجه ممكن نحطها مع اللفت بس ما بتاخدش وقت. زي ما احنا شايفين انا قطعت شويه صغيرين مشرشرين والباقي كله قطعته صوابع تخينه. هنحط معلقتين ملح او معلقه ونص ملح على الكميه دي 5 كيلو، انا حطيت معلقه ونص ملح. وهنديله تقليبه خفيفه ونسيبه لمده ساعتين او ساعه حسب ما نلاقي الميه نزلت منه. لو نزلت ميه كتير خلاص، انا سبته ساعتين نزل منه كميه الميه اللي احنا هنشوفها دلوقتي هي الميه دي. هصفيه كويس من المية دي وهنقله في البرطمان. ممكن نشطفه وممكن ما نشطفوش، بس نخلي بالنا من الملح اللي هنحطه في مية المخلل. لو احنا ما شطفناهوش هيبقى هو عليه ملح اصلا، فنقلل الملح اللي احنا هنزوده في مية المخلل. انا دلوقتي بعقم البرطمان بشوية خل، بحط شوية خل زي ما احنا شايفين واديله رجة وبرمي الخل وما بشطفش بقى البرطمان. وبعد كده بنزل فيه اللفت اللي انا صفيته من المية بتاعته. وبعد كده هنجهز مية التخليل، نخلي بالنا جدا من الملح، انا ما شطفتوش ففي ملح اصلا، فانا مش هزود ملح عشان ما يطلعش حادق معايا. نخلي بالنا من النقطة دي. هحط بقى كل الكمية اللي معايا، والعروق دي انا بحبها جدا بيدي شكل حلو وطعم حلو برضو في المخلل. عايزين نستغنى عن العروق ممكن نعمله لفت بس. المية بتاعت التخليل هنحط لتر مية عليهم معلقتين ملح، يعني كل نص لتر مية عليهم معلقة ملح وحوالي ربع كوباية خل. وهنقلب الخليط ده ومعلقة سكر. السكر بيدي قرمشة وبيخلي المخلل يعني يقعد أطول فترة معايا زي مادة حافظة. وبعد كده هنقلب كل الخلطة بتاعتنا وهنحط شوية شطة صغيرين لو احنا حابينه سبايسي، نحط شوية شطة صغيرين على المخلل. وهنزود المية لغاية ما نملى البرطمان. وبعد كده عايزين نزود جزر ممكن، عايزين نزود فلفل ممكن، انا زودت فلفل وسبته زي ما هو ما قطعتوش او فتحته. وكده خلصت المخلل. هحط بقى شوية زيت على الوش وهيقعد معايا ممكن 3 4 ايام. ما ننساش البنجر اللي بيديله لون تحفة، يعني لو عندنا بنجراية صغيرة ممكن نقطعها ونحطها في المخلل شوية هتلاقي اللون حلو جدا. ممكن نستغنى عنها لو احنا عادي، ممكن يعني هي ما بتديش طعم بس بتدي لون بس. هنقلب بقى البرطمان كده نديله تقليب عشان كل المكونات تدخل في بعض. وهنسيبه حوالي 3 4 ايام وناكل احلى مخلل. والبنجر شوية هتشوفوا اللون، يعني بعد 10 دقايق بالظبط هوريكم دلوقتي اللون هيبقى تحفة. اسهل طريقة الطريقة دي للمخلل، شايفين هو اللون الوردي الجميل ده من قطعة البنجر اللي احنا حطيناها. يا رب يكون الطريقة سهلة وعجبتكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.